خلينا نقول ان برضو في بعض المباريات الاداء مش هيبقى قوي. انت محتاج، انت بتلعب عند هدف، عندك هدف عايز تلعب عليه، عايز تلعب على الرابع. احنا ما تعرفش ربنا كاتبها لمين. احنا كل اللي هنعمله احنا واللعيبه والمكتب والجمهور وانتوا كمان ان احنا هنساعد وهنجتهد عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. ان شاء الله مش هنبخل باي مجهود. الرجاء احنا كان المباراه اللي فاتت كان ممكن يكسب خليل، جت غلب من خليل. نفس الشيء بركان تعادل. فكرة القدم هي كده، دوري قوي والفرقه كلها متقاربه، والفرقه كلها مفيش فرقه صغيره وفرقه كبيره. حتى الفرقه اللي انت المفروض ان انت بتقول ان هي هتنزل، شوف طنجة كانت فين وبقت فين، شوف خليج فين وبقت فين. انا بقول الماتشات كلها صعبه، لسه هنكسب وهنتغلب وهنتعادل، وفي الاخر ان شاء الله باذن الله لو ربنا رايد لنا خير ان احنا نحقق الانجاز او الاعجاز ان انت توصل تلعب في الكونفدراليه وتلعب في افريقيا. ده ان شاء الله هيكون حاجه حلوه لينا كلنا، انتوا كاعلاميين وجمهور ولاعيبه ومكتب واحنا كجهاز فني وتكنيكي واداري. فصدقني مش هنبخل اي مجهود ان شاء الله. عندنا المباراه اللي جايه مباراه الفتح على ملعبنا ان شاء الله باذن الله، ولكن ما تعرفش انت برضه هتلعبها امتى، ما تعرفش البطوله هتتاجل ولا لا، او هتتاجل قد ايه. ودايما لما بتوصل للمرحله الاخيره الريتم بتاع المباريات عشان كده بيبقى صعب. الريتم لما بتقعد اسبوعين ثلاثه عشان ترجع كان الريتم المباراه بتاخد وقت. اللي حصل معانا الشوط الاولاني ما كناش في المستوى، ما كناش في الفورمه بتاعنا، ولكن وانت 10 لعيبه كنت احسن من وانت 11 لعيب. بذلت مجهود واشتغلت ولعبت، والتغييرات الحمد لله كانت اضافه. ولكن بقول الحمد لله شكر لله كويس اللي انت ما اتغلبتش. بتلعب زي ما قلت فريق كبير وفريق محترم. الحماس انا معاك فيه. كل الماتشات اللي احنا بنبدا فيها وحش وبنلعب من غير حماس ومن غير روح، اللي هي الروح بقى، مش اللي هي الروح، ممكن نخسر فيها وممكن ما نلعبش. ولكن دي مش كل المباريات. انت معلش في مباراه، يعني انت الشوط الثاني انت ب10 من اللعيبه النهارده، الشوط الثاني كان فيه روح وكان فيه حماس وكان فيه رغبه وراحه. هو انا بدات كلامي كده، قلت احنا 11 كناش كويسين، بدانا المباراه مش كويسين، الريتم ما كانش كويس، الاداء ما كانش كويس. اما بخصوص فرسي لازم عشان تبقى عارف يعني دخل فورمه وما دخلش فورمه. اولا فرسي ما كانش في الفورمه، فرسي ما بداش الماتش اللي فات اصلا، ما كانش موجود، كان موجود ونزل احتياطي، فما كانش في الفورمه ان هو بيلعب ماتشات. انا بقى لي 4 5 ماتشات بلعب 4 5 لعيبه ناقص، ما جيتش قلت ليه. مرابط بقى له فتره مصاب، بونفاس بقى له فتره مصاب، سماكي مصاب، ديارة مصاب، دي لعيبه اساسيه، اللعيبه كانت في الفورمه. فطبيعي اللعيبه لما بتخش زي اللعيبه اللي موجوده من الجاره او بنشوا او طبيعي جدا الريتم بتاعه ما يبقاش زي اللعيب اللي كان بيلعب اساسا. ده وضع طبيعي في كره القدم. ولكن لا، انا عندي لعيبه كلها كواليتي عالي. النهارده فرسي مش موجود عشان مكانه موجود الروح، عشان ادى الفتره اللي فاتت كويس، دخل تعب واجتهد، دخل ربنا كرمه، لكل مجتهد نصيب. عندي عبد الرحمن، فرسي، هم 3 بيلعبوا في الجزئيه دي، مش ممكن انا احط ال3، لازم هتحط 2 حسب متطلباته وحسب اللي انا بفكر فيه. انا بعمل سيناريو دايما للمباراه. ولكن فرسي لعيب كويس ولعيب مهم، زيه زي كل اللعيبه. زي النجار مش موافق ما فيش مشكله، ما بنهش مش موافق ما فيش مشكله. ولكن انا عندي لازم كله يبقى عارف واللعيبه عارفه، عندي حاجه اسمها الانضباط والالتزام. تخرج بره ده تقعد في البيت ما تبقاش معايا، لان انا ده بشتغل لاولمبيك اسيا، بشتغل للنادي، ما بشتغلش لحد، بشتغل للنادي. عايز لما امشي من هنا يجي السيره يقولوا كان عندنا والله مدرب كويس، مدرب عنده شخصيه، مدرب اللي بيخرج النص بيستبعده. انا ما عنديش مشكله، انا هقاتل انا واللعيبه ان شاء الله لغايه اخر مباراه السواني. لو زي ما قلت لو لينا نصيب وربنا رايد لنا خير ان شاء الله النتائج مكتوبه عند ربنا. احنا كل اللي هنعمله هنتعب ان شاء الله. وصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.